مخلل، أو يا إما يتقطع صغير خالص. ولو فضل حبة رز محشي كانوا أمهاتنا يحطوا الرز على ورق الكرنب الفاضل ده أو العيدان بتاعته، وكانوا يحطوهم على النار يسلقوهم في حلة كده لوحديهم، وكانوا يتاكلوا قبل المحشي. المهم يا بنات، عملنا بقى ايه، حطينا الورق بتاع الكرنب على العيدان على كله في العلبة دي. وبعد كده حطينا 3 معالق ملح كبيرة، حطينا معلقة شطة حامية او حراقة يعني كبيرة برضو، وربع معلقة ملح ليمون، وربع كوباية خل. تمام كده. تاني يا بنات، 3 معالق ملح كبار، معلقة شطة كبيرة حامية، او لو زي ما تحبي لو في الباردة، لو انت عايز تحطي باردة يعني، وربع معلقة ملح ليمون، وربع كوباية خل. وما تحطيش ميه خالص عشان ده مسلوق. لو انت هتعمليه ني خالص اخضر هتحطي له ميه وتحطي المكونات دي، وهتزيدي طبعا على حسب الكميه بتاعتك. لو هو مسلوق ما تعمليش الا الخطوه اللي انا عملتها دي بس، بيقعد فتره